صباح الخير، صباح الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا ايه، رحت جبت ماسوره من عند الجزار. عندي اكل بايت لوبيا بقالها يومين كده عندي، والنهارده فقلت عشان اللوبيا دي تتاكل لازم اعمل جنبها شويه شوربه، فجبت ماسوره عشان اعمل شويه شوربه. بصوا عامله ازاي، بصوا جميله. بصوا بس عشان نعمل شويه شوربه حلوين الماسوره دي لازم تتغسل غسله كويسه جدا. بصوا بتعمل شوربه حلوه قوي على فكره يا بنات، بتعمل شوربه جميله جدا والله. بصوا عشان نعملها لازم نغسلها كويس قوي، كويس جدا. انا هعمل ايه بقى؟ طبعا هتخلص في الميه دي، هي عشان طازه. بصوا نازل منها دي عشان تتغسل غسله كويسه جدا، لانها طبعا ايه الرجمه اللحمه دي ماسوره دي تعتبر ايه زفاره يعني بمعنى اصح. عشان تديكي شويه شوربه حلوين لازم ايه انا اغسلها بالليمونه كده. بصوا بصوا يا حبايبي، غسله كويسه جدا يعني والله بتبقى الشوربه بتاعتها عسل عسل عسل، بتبقى جميله جدا. الشوربه بتاعت الماسوره دي مش عايزه اقول لكم على جمالها اهي، عشان نتخلص من كل الدم اللي فيها والزفاره اللي فيها لازم نتخلص منها. لازم تتغسل غسله كويسه كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله وحشتوني، انا عندي ظروف والله العظيم، ظروف الحمد لله على يجيب ربنا. الحمد لله، ربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب. ادعوا بالشفاء، ادعوا لامي بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها من اللي هي فيه، يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويسترها معاكم وينجح لكم ولادكم وينجح لنا ولادنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده انا غسلتها كلها بالليمون عشان لو في دم او في زفوره او في اي حاجه تطلع. واشطفها شطفه كويسه طبعا. بصوا والله بتطلع اهي، بصوا بتطلع. بصوا الميه عامله ازاي، بصوا ميتها بتتغير. بصوا بقى انا اشطفها شطفه كويسه اهي. بصوا يا بنات، بس حته ماسوره. بصوا اطبخي عليها، ما انت عشان تاكلي الاكل البايت هما ياكلوه لازم تعملي معاه حاجه، لازم تعملي معاه حاجه، تعملي شويه ملوخيه جنبيه عشان هيتاكل، وكوبايتين رز كده او كوبايه رز. فلازم تتغسل غسله كويسه. هتخلص من اي حاجه فيها زي كده، هتخلص من كل ده. دي بتبقى شوربتها زي العسل، لما تتغسل غسله كويسه كده تديكي شويه شوربه وتطبخي بقى عليها. انا بقى هعمل ايه بقى؟ هعمل شويه ملوخيه جنب الاكل البايت ده عشان يتاكل، عشان الاكل يتاكل، وكوبايه رز كده ولا كوبايتين رز عشان الاكل يتاكل. نشطفها كمان شطفه. كل حاجه فيها بس نطفي. بصوا جميله ازاي وميتها نطفت ازاي، الميه بتاعتها بقت نضيفه وجميله ازاي. انا كده هشطفها كمان شطفه واحطها على النار على كده. شطفتها
اول حله على النار وهسلقها بقى وهتنشف شوربه حلوين. لا يا حبايبي انا بعمل شعريه رز بالشعريه. هحمر الشعريه الاول. بصوا جميله اهي. بصوا تمام كده. عندي ميه سخنه، ميه بشوربه براحتك. عايزه تعمليه بشوربه اعمليه، عايزه تعمليه بميه اعمليه. الميه بتبقى خفيفه على فكره، بتبقى خفيفه قوي. لما بتتعمل بالميه بتبقى خفيف قوي، خفيف جدا. بس ميه مغليه عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما يخش ما يعجنش الرز، يبقى مفلفل ما يعجنش، عشان احطه على طول. مش هستنى بقى ايه. وانا عندي هنا كوبايتين رز اهو غسلاهم. كوبايتين رز احطهم على طول. بصوا مخدش ايه وقت، هيغلي على طول جدا. بصوا هي لما غليتها الاول حطي معلقه الملح اهي. ماشي بس كده. دي ايه الرز بتاعنا اللي بالشعريه. انا غليت الميه الاول، مش هياخد وقت ان شاء الله. غطيه ويغلي مع بعضه كده. لازم تغلي الميه عشان الرز ما يعجنش، عشان تحطيه على طول في الشعريه. حبايبي حط حبه حبايبي يا حلوين. بصي يا بنات الملوخيه اهي على النار اهي اهي. الملوخيه اهي ماشي. بعدين نعمل الطشه، حبه كزبره كده محترمين ماشي اهي. الرز بتاعنا اهو. بصوا قمر. بصوا جماله. الله واحده بواحدتها. بصوا مفلفل. بصوا الجمال مفلفل اهو. الطشه بتاعتنا خلصت اهي. ادي الملوخيه بتاعتنا. عملنا غدا بصوا بماسوره لحمه بالماسوره. عملنا احلى غدا. هي دي ان شاء الله على الريحه. الملوخيه بتاعتنا والماسوره بتاعتنا يا بنات اهي. بصوا جمالها. بصوا عامله ازاي. بصوا الجمال. بصوا عملنا شويه شوربه حلوين منها، وطبخنا منها النهارده. والنهارده عملنا شويه اكل حلوين اهو. عملنا ملوخيه شويه شعريه، رز بالشعريه بس تحفه. قمر. وشويه ملوخيه اهو زي السكر. وده كان غدانا النهارده. يا بنات. نضرفه مع بعضينا. عملنا احلى شويه رز بالشعريه بصوا مفلفل واحده بوحدتها والله عشان ايه؟ كان سخن قوي الميه بتاعته، حطيتها كانت سخنه جدا. لازم يطلع مفلفل بالجمال ده. بصوا احلى شويه رز بالشعريه، احلى ماسوره بتاعت اللحمه. هاتلنا شويه شوربه تحفه. يلا شويه رز بالشعريه اهو. الملوخيه هنغرفها وتعالوا نغدوا معانا. يلا سلام.